السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ مبروك عليكم النجاح في الشهادة الإعدادية، ويا رب ان شاء الله الخطوة الجاية تبقى بإذن الله أحسن، وعقبال الشهادة بتاعت الثانوية والجامعة يا رب ان شاء الله. دلوقتي أنا جبت لكم ملخص كده عن أفضل مدارس بعد الإعدادية. عندنا مدارس فنية كتير متاحة بعد شهادة الإعدادية في 2023. زي ايه؟ مدرسة توشيبا العربي للتكنولوجيا، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية، في مدرسة الصالحية بعد الإعدادي، في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، عندنا مدرسة اسمها مدرسة غبور، في مدرسة الضبعة النووية، في مدرسة السويدي الثانوي. طيب عايزين نعرف انهي احسن بقى مدرسة انا اقدر اختارها، وهل المدرسة دي شروطها تنطبق معايا ولا لا، مجموعها يناسب مجموعي ولا لا. هنقول لك بقى دلوقتي المدارس كل واحده فيهم شروطها ايه، والاختبارات اللي بتعملها، والمجموعه اللي محتاجينه فيها. طيب مدرسة توشيبا العربي مدرسة توشيبا العربي للتكنولوجيا دي مدرسة متخصصة في مجالات التصنيع الميكانيكي والتركيبات الكهربائية والتبريد والتكييف. طيب كانت في العام الماضي بتاخد مجموع من 220 درجة على الأقل. طيب واهم حاجة شرط عندها لا يزيد سن الطالب عن 18 سنة في أول شهر ايه، أكتوبر اللي جاي. طيب مدرسة توشيبا العربي دي حاجة كويسة، طبعا من أفضل المدارس. طبعا اللي لو واحد حب يختار مدرسة غير الثانوية عامة يختار بإيه؟ توشيبا العربي. طيب في اختبارات بيعملوها، في اختبارات بيعملوا اختبار المواد اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية. ده بالنسبة لمين بالذات ان هي الناس الطلاب اللي متخرجين من الإعدادية الأزهرية. طيب يبقى لازم نعمل في اجتياز للمقابلة الشخصية. طب مش عايزين مدرسة توشيبا العربي، في مدرسة اسمها التكنولوجيا التطبيقية، بتدرس المناهج الخاصة في مجالات التكنولوجيا بس بعمق شوية. طيب كم مدرسة بقى موجودين في مصر؟ عندنا 21 مدرسة منتشرة في 7 محافظات. طيب عندنا ايه تاني؟ توشيبا العربي، احنا قلنا كده توشيبا العربي في عندنا الذهب، في البترول، في الصرف الصحي، في التمريض، كذا برانش، عندنا كذا نوع ممكن نختاره من انواع المدارس اللي احنا عاوزينها لو احنا مش مجموعنا جايب ثانويه عامه، او لو مش حابين نكمل ثانويه عامه. طيب في مدرسه اسمها مدرسه وي للاتصالات، شركه وي اللي احنا بنستخدمها وكده. شركه وي دلوقتي الاتصالات دي مدرسه متخصصه في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا. طب مده دراستها قد ايه؟ 3 سنين. 3 سنين. طيب تنسيقها كانت واخده كام؟ كانت واخده الطالب اللي جايب 250 درجه حد ادنى. وبرده بتشترط ان الطالب بيكون سنه 18 سنه، ما يزيدش عن 18 سنه في اول شهر اكتوبر اللي جاي. طيب المدرسه دي بتشترط حاجات، بتشترط انت يكون لائق طبيا وتكون مصري الجنسيه، يعني يكون مصري وتنجح كمان في الاختبار بتاع المقابله الشخصيه، ولائق طبيا، ما يكونش عندك مشكله لا قدر الله. طيب في مدرسه اسمها مدرسه الصالحيه. ايه مدرسه الصالحيه دي متخصصه في مجال الزراعه والانتاج الحيواني، دي بتاخد الولاد بس، تقبل البنين فقط. دراستها قد ايه؟ 3 سنين. وتشترط برضو المدرسه ان يكون المتقدم لا يتجاوز سنه، تشترط المدرسه ان يكون متقدم ويتجاوز سن 18 عام، ويحصل على الشهاده الاعداديه مجموع 210 على الاقل. طيب المدرسه بتكون بتدريب الطلاب، بتدرب الطلاب خلال الدراسه على مستوى عالي ومتطور في مجالات الزراعه والانتاج الحيواني، عشان يبقى عنده خبره كبيره في التخصصات دي. طب في مدرسه ثانيه زي ايه؟ في مدرسه مياه الشرب والصرف الصحي. دي موجوده في 5 محافظات، في القاهره وبني سويف واسيوط والبحيره والمنوفيه. خلاص، وشغاله بقطاع المياه والصرف الصحي، يعني عايزه تحسن من بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر، فعشان كده عملوا مدارس مخصصه للموضوع ده. في مدرسه اسمها غبور. مدرسه غبور دي بتدي شهاده للطالب، 3 شهادات علميه بعد انتهاء الفتره الدراسيه. منها شهاده مقدمه من الغرف الالمانيه العربيه للصناعه. مده الدراسه قد ايه؟ 3 سنين. طيب المدرسه دي بتتخصص في مجالات من ضمنها اصلاح السيارات، دهان السيارات، بالاضافه الى صيانه السيارات، النقل الثقيل. المدرسه دي تقبل الطلاب من القاهره والمحافظات، ما عندهاش مشكله. طب في مدرسه مهمه قوي برضو اسمها مدرسه الضبعه النوويه، دي تنسيقها السنه اللي فاتت كان 265، والشرط ده الشرط بتاعها ان يكون الطالب الدرجات بتاعته في الانجليزي والرياضه لا تقل عن 90%. المدرسه بتاعت الضبعه النوويه دي فيها اقسام، فيها 3 اقسام: كهرباء والكترونيات وميكانيكا، وتشترط اجتياز الطالب للاختبارات العلميه والطبيه برضو في المقابله الشخصيه. دي مدارس قوي اللي هي اهم المدارس فعلا، الضبعه النوويه وشركه وي، قصدي من مدرسه وي ومدرسه غبور والمدرسه الاولانيه الخاصه اللي بتاعت توشيبا العربي. دول اهم مدارس فعلا، تبقى ضامن ان انت تخرج تشتغل وتاخد مرتب كويس ان شاء الله يعني. طيب في مدرسه اسمها السويدي الثانوي،
دي برضو تمنح الطالب وظائف في مجموعة السويدي الإلكتريك في أقسام صناعة الحديد والصلب، صناعة البلاستيك والخدمات اللوجستية، مكونات الطاقة، الكابلات، ميكانيكا والكلام ده كله. المدارس التي تشترط ألا يزيد برضو سن الطالب عن 18 سنة، ودرجة اللي حصل عليها في الشهادة الإعدادية مجموع 220 درجة حد أدنى. طيب في مدرسة اسمها الهيئة العربية للتصنيع، دي بتقبل ان يكون الشهاده الاعداديه مجموع 240 درجه على الاقل. في مدرسه اسمها المجمع الالكتروني، المجمع التكنولوجي المتكامل، دي بس دي مدتها طويله شويه، دي 7 سنين. التعليم بتاعها مده الدراسه بتاعت 7 سنين خلاص، ولازم يكون حد ادنى بتاعتها 220 درجه في الاعداديه. بس الميزه ان انت بيحصل الطالب على ايه؟ على درجة البكالوريوس، ويشترط للدخول المدرسة اجتياز الطالب اختبارات القدرات في اللغة الإنجليزية والرياضيات. طيب في نوع تاني، مدرسة تانية اسمها مدرسة البترول، دي بقى طبعا في مصر عندنا 7 محافظات موجودة، داخل 7 محافظات: الجيزة والاسكندرية، اسماعيلية، بورسعيد، مطروح. طيب دي بتاخد مجموع عالي شوية، بتاخد مجموع لا يقل عن 260 درجة في الشهادة الإعدادية، وبرضه تشترط ألا يكون سن الطالب يتجاوز 18 سنة. تمام. في مدرسة اسمها الذهب والحلي، دي موجودة في منطقة العبور، مدرسة فنية. دي أول مدرسة تم إنشائها في مصر والشرق الأوسط. تشترط المدرسة دي لقبول الطلاب الجدد ألا يزيد سن برضه في أول أكتوبر 2023 عن 18 سنة، وبرضه بتشترط إن الطالب مصري لائق طبيا. طيب خلصنا مدرسة الذهب والحلي. في مدرسة الطباعة الصناعية، مقرها في شبرا، بتقبل الخارجين برضو الشهاده الاعداديه لا يقل عن 180 درجه، دي بتاخد مجموع قليل شويه، لا يقل عن 180 درجه، واهم حاجه السن لا يتجاوز الطالب 18 سنه. مدرسه التمريض بقى ايه؟ العام، دي تتبع لوزاره الصحه، مقرها في جميع المحافظات، يعمل الخارجين منها بعد الانتهاء من فتره الدراسه في المستشفيات الحكوميه، ودي حاجه كويسه جدا، يشتغل ممرضين وممرضات. ودي ايه؟ من المقرر خلال الايام المقبله تعلن اداره المدرسه عن الشروط. في مدرسه العسكريه الرياضيه، دي مدرسة عسكرية بتقبل الطلاب المتخرجين من الشهادة الإعدادية، وتأهلهم بعد كده للالتحاق بالعمل في عديد من المجالات، ويقدروا يلتحقوا بالمعاهد والكليات العسكرية. طب بيدرسوا ايه خلال فترة الدراسة؟ تدريبات في جميع الألعاب الرياضية، وتقوم بتنمية مهاراتهم وموهبتهم تحت إشراف نخبة من الخبراء المصريين والأجانب في جميع الألعاب. طيب في مدرسة الإنتاج الحربي بعد الإعدادية، مدرسة الإنتاج الحربي دي بيدرس الطالب في مجالات تشغيل الماكينات، تركيبات ميكانيكية، أيضا أعمال السباكة واللحام، التبريد، التكييف، تشكيل المعادن، تركيبات كهربائية، ميكانيكا سيارات، صناعة الأساس. تمام. بتاخد مجموع ايه؟ 260. ده الكلام ده كان ايه؟ تنسيق السنة اللي فاتت. ايه تاني؟ موجودة فين؟ موجودة لازم يكونوا مقيمين في محافظات القاهرة والجيزة، اسكندرية، اسماعيلية ومطروح. طيب في مدرسة اسمها مجمع التكنولوجي المتكامل، قلناها بتاخد مجموع 220، قلنا 7 سنين. في مدرسة الذهب والمجوهرات، دي موجودة في العبور. في ايه تاني؟ في مدرسة البتروكيماويات، دي عدد سنوات الدراسة بتاعتها 5 سنين، ولا يزيد السن المتقدم عن 18 سنة، ولازم تجتاز الكشوفات النفسية والطبية واختبارات رياضية وكشف الهيئة، واجتياز امتحانات اللغة الإنجليزية. طيب في ايه تاني عندنا؟ قلنا اهم حاجه طبعا في المدارس دي كلها بالترتيب كده كافضل حاجه، هي قلنا مدرسه توشيبا العربي وغبور ووي، دول اهم فعلا المدارس اللي هي بتضمن فيها ان انت تخرج وتاخد مرتب ان شاء الله كويس. في مدارس بقى تانية اسمها ايه؟ الغزل والنسيج، فيها قسم الغزل، النسيج، تريكو، ملابس جاهزه، طباعه وتجهيز منسوجات، زخرفه، تنسيق اعلان. بس حصول الطالب كمان بيقول لك حصول الطالب على مكافأة شهرية طوال سنة الدراسة تبدأ من 300 جنيه وتصل ل 500. في فرصة تدريب العملي في مصانع وشركات. تتميز مدرسة الغزل والنسيج أحد البدائل بالتالي إن هي عندها إيه؟ بتدي الطالب مكافأة شهرية وكده. إيه تاني؟ في أيضا مدرسة الهيئة العربية للتصنيع، قلنا بتاخد من مجموع 240 على الأقل التنسيق العام الماضي. وقلنا البتروكيماويات. قلنا في بقى مدارس تانية بقى، مدرسة الطاقة الشمسية برضو دي كويسة جدا. في مجمع التكنولوجي المتكامل، في السكك الحديد، الاساس الثانوي البحري، الترسانه، كل بقى الحاجات دي العاديه. مدرسه الشعراوي التكنولوجيا، تمريض عسكري، تجاريه، مبارك كول، الانتاج الحربي، الكترو مصر، الانتاج الحربي بحلوان، ثانوي بريطاني، مدارس جويه عسكريه، مدرسه المتفوقين، مدرسه العسكريه الرياضيه،
مدارس الفنون. بس هي دي الحاجه اللي احنا قلناها. وزي ما قلنا احنا هنركز على مدرسه توشيبا العربي اللي هي بتتخصص في تركيبات الكهربائيه وفي التكييفات وتصليح. المتفوق فيها يعني بيقولوا انه بياخد منحه لليابان بيكمل دراسته بره، فدي حاجه كويسه مدرسه توشيبا العربي. في مدرسه السويدي الثانوي زي ما قلنا بتصنع الحديد والصلب والبلاستيك. مدرسه وي ميزتها طبعا هي الشغل برضو بتاعها متوفر كويس بعد ما يخلص دراسه. الضبعه النوويه. مدرسه الطاقه الشمسيه بس بتاخد من مجموعه 260. ومدرسه غبور للسيارات. دول اهم 6 مدارس من ضمن الكذا مدرسه اللي انا قلتها. بس ان شاء الله باذن الله بالتوفيق يا رب بالتنسيق بتاعكم، كل واحد يختار الحاجه اللي هي قريبه من مكانه من مسكنه، وان شاء الله ربنا ييسر الامور يا رب. كل واحد يشوف هواياته ايه ويقدم فيها، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع يا رب. واتمنى بقى تشتركوا في القناه وما تنسوش اللايك وشيروا القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.